السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم. شوفوا الإعراب فين وصل في المغرب. شوفوا هاد المؤثرات وهاد الحباسات فين وصلوا. الماركتين في المغرب كيولاو ووسائل التواصل الاجتماعي كيولات. شكون اللي غيستدخل فينكم خلية زيرو تفاهة. غادي تعرات نهائيا بشكل نهائي كلشي غيبان، كلشي بدون ملابس داخلية، بدون كيلوط، وغتعرموا على المباشر. فينكم النيابة العامة؟ فينكم خلية زيرو تفاهة؟ صافي دخلتوا للجحور ديالكم سكتوا. وفي الجزء الثاني إخواني أخواتي من هذه الحلقة ومن هذا الفيديو غنشوفوا القصة ديال سميرة الداودي اللي تعرضات لذاك الجريمة اللي تهرس لها فمها واحد المحنة كبيرة وخطيرة جدا. وفي المقطع الثالث والأخير غنستمعوا القصة ديال بعض الفنانين والمشاهير الكبار في المغرب اللي عندهم ولادهم بالزنا وبالفساد وما بغاوش يعترفوا بولادهم. القضية والفضائح الخطيرة والكبيرة في هذه البلاد الكحلة. هادي هزه لك الفوق وهزه لك لتحت. الله تابع بان القنفود. لا غير نبان. وانت هو بيبان في المايو هاني غادي. وين انت صاحبتها كتقول راه بان، هي كتقول لا لا بان في المايو. ما كاين لا مايو لا والو، ما كاينش داكشي حتى حاجه، ريان كي ولدت همها. انا المهم ما فهمتش انا هاد البلاد فين غاديه صراحه. واش غير كيشوفوا ولادنا وعائلتنا وبناتنا وغادي تانسبيرو منهم؟ فين هي دابا مشكله هاد النيابه العامه وهاد الخليه زيرو تفاهه وهاد الجمعيات؟ راه كاين. شوف غادي تسولوني انا راه ما عنديش مشكل بالغلط بان لي الكلام الي والبروبليم كنخافوا مناش كتخافي عليا واش انا بنعطي لهم وانتم مالكم متابعات وزايدها بالجبهه والسنطيحه. قوم ما تيحشموش سبحان الله العظيم. وربي كيمسخها قسما بالله. ما فهمتش كي ولات كتخلع. اقسم لك يمينا ما صورتها سبحان الله. ربي كيمسخ هذا القوم بحال هذا النوع هذو. وقال لك مناش تخافوا عليا؟ وراه خصك الحبس، خصك تخافي من الحبس. ولكن دابا اللي دوز الحبس راه ما تيبقاش يخاف من الحبس. هذا هو المشكل في هذه البلاد هذه. حسبنا الله ونعم الوكيل. نموت على العرا واش عباد الله نموت على العرا. عطيني واحد القرار سقاهي. اللي تيقول فرح كتكذب. وراه هذاك الشيء اللي كتقول فرح راه قليل في حقهم هاد القوم الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم. Maman c'est trop. Maman habille-toi. Maman c'est trop. واش فوز ايماجيني ان الانسان مثالي لدرجه يدخل اللايف انت وحده كتبيع وكترزقها الله هزات حكموا عليا ما لابساش الكيلوط ودايره. راه قلت لكم ما عرفناش كيفاش ندافعوا على راسنا. ما عرفتش كيفاش غادي ندافع على راسي. الامن في بلادنا لا يعلى عليه والقانون غادي ياخذ المجرى ديالو. وغادي تشوفوا الا ما خليتهم كيطلبوا، الا ما خليت والديهم كيبكيو. ما ولدت فيا امي يا الخلا والخلاوي. راه حقيقة أن أمك ما ولدت فيك الخلا، راه كيخلا وسط الكوطة بهذا المفهوم هذا. وعاد باغي تلجئي للقضاء، باغي تخلعي الناس، تخلعي المغاربة. المغاربة ما كيتقلعوش. راه المغاربة والمجتمع المدني والحقوقيون والجمعيات راه هما اللي خصهم يلجؤوا للقضاء، هما اللي خصهم يدخلوك للحبس ترباي ولا خوي هاد البلاد هذه وبدلي جنسية باش ما تسميش مغربية. شوتي بالمرأة المغربية والنساء المغربيات الحرات. قبح الله سعيك. وهنا كيبان بان فرح ما كذباتش عليكم فاش كتقول لك مثلا هي كتخبعوا بهذه التجاره ديال هذه الملابس وهذا الخوالخاوي، وانتم راه مخبعين ومدرقين وراء جرائم خطيره. التجاره في البشر والدعاره والوساطه القذره في الاطفال والكبار والصغار والنساء. وحسبنا الله ونعم الوكيل. ما فهمتش شكون اللي مدرق عليكم هذا الهم وهذا الغم وهذا الحبس هذا. وتشوفي من القناف ديال قنفوتي وبصحتك وبراحتك وبصحتكم وبراحتكم. ولا ما شدتش قنفوتي قنفوت من غادي تشوفوا. وبصحتي وبراحتي. القنفوت قنفوتي والجرده جرتي والفيران فيراني والورد وردي. وانتم مالكم؟ اقسم بالله ربي ما سخا وزايده بالهضره باش تعتذر وتقول داكشي وقع عن طريق الخطا وكذا وانا ما عرفتش بانني ما لابساش غير تكذب على الاقل. زيدها بالسنطيحه. ولا قومة الحبس كي دايرين؟ لا تسيرين شي ابيسين ها ما كلش ولا شافوه. شفتي شفتي التنتيه في اللايف القنفوت ديالي. بصحتك علينا براحتك. ياك يقنفوت داز في اللايف اش نديروا ليه؟ نضربوه؟ ياك القنفوت راه العالم تيجري على
ياك تسعدك حلو انا كنستعجب ابيض. انا تحتي ما كحلش سود. يا واش انتو والله خصكم تكونوا فرحانين بصحتكم وبراحتكم. اللي شافوا بصحتو، اللي ما شافوش يزومي عليه. واش غادي لكم والله ما نتقاتح معاكم بالله لا ماني نص طيب حالكم. ياك القانون المغربي كيعاقب على الإخلال بالحياء العام أشد العقوبات. احنا نشوفوا هاد الإخلال بالحياء العام واش غيكون ولا ما يكونش. المهم ندوزو لدابا لسميرة الداودي نشوفوا القصة ديالها، داك اللي هرس فمها كيفاش، ومن بعد غندوزو لدوك الممثلين الكبار اللي ما اعترفوش بولادهم ولدوهم عن طريق الفساد والزينة. مصيبة كحله في هاد البلاد هادي. واليوم الا ما كانش اليوم غالبا غدا ان شاء الله غادي عندي اخر عمليه على الفك السفلي. نعاود لكم شنو وقع، لان بعض المواقع قليله مع احترامي لهم ولاو مني كل احترام تقدير تداولوا الخبر في مغالطات كثيره. الاحد الذي كان يصادف نهائي كاس العالم واللي كان كيجمع ما بين اسبانيا والارجنتين حوالي الساعه 10:75 يعني 11 الغرب. انا كنت ساليت الخدمه وجايه، وانا الناس ديال تماره عارفيني انا عزيزه عليا المسيره، عارفين عزيزه عليا المسيره، يعني تنسالي تنبقى جايه مع الشارع اللي فيه السوق، فيه المارشي، وفيه تنتقدى كما العاده. انا يوميا تندوز من داك الشارع، يوميا تندوز من داك الشارع كنمشي نتقدى الفروي. دائما كنت كنقول ما عمر شي شفار غيزعم عليا صراحه. هذه ثقه زايده فيا، كانت زايده فيا هذه النغزه ديال الثقه. كنت تبان لي القهوه نايضه فيها، المغاربه متفاعلين مع الماتش ديال الارجنتين واسبانيا. فكتعرفوا حنايا فينا داك الفيس ديال التصوير، يعني صافي كتبان لك شي رقم خصك تضيعها. فاول ما تماركا البيت ديال الاسبان ضد الارجنتين كان واحد التفاعل كبير في المقهى. انا جبت الايفون ديالي 17 تنصور ديك اللقطه. المهم انا واقفه تنصور، تنشوف اذا بيت تنشوف واحد من الطاكسي تيدير لي هكا زعما شوفي موراك. انا كيحسب لي واش الطاكسي تيقول لي واش نجي نهزك، تندير ليه لا تيقول لي دوري موراك. فعلا الدور اللي درت لقيت هذاك اللي كريساني واقف هكا. سبحان الله. واخا صحفيه ربي ما عطيهاش العقل، ما كتفكرش. قال لك ما ناوياش شي واحد يزعم عليا، وراه انت اللي خصك كتخرجي بطاكسي صغيره وترجعي بطاكسي صغيره، اولا تخرجي بلي كارد كور. علاش؟ لان اكثر وحده كيكرهوها المغاربه هي انت، يعني متعرضه للاعتداء في اي لحظه، لان كيكرهوك على ديك التفاهه اللي كديري انت، هذيك صاحبتك الاخرى. سبحان الله العظيم بنادم ما تيفكرش. ثم قضيه اخرى، واش ما كتقريش التعليقات ديال الفيديوهات ديالك فاش كديري شي لقاء مع شي واحد شي تافه؟ ياك كتشبعو غير سبان ومعيور وهكذاك. سبحان الله ما فهمت هاد الناس هادو. شفر هكا عينو في عينو، بقى كيشوف فيا، يعني تيشوف بحال هكذا ويقول لي انا رجعت شويه اللور درت له بيدي بحال هكا ويقول لي صافي عرفتك ما غندي لك والو هكا بالحرف ويهبط. انا صراحه غبيه جدا. كاين عليا ديك الساعه نغوات الناس غيشدوه لان ديك البلاصه عامره شويه. المهم جا داك هو مشى هبط اتاريه ما هبطش، هو راه غير بقى قانع عليا. المهم جا داك مون الطاكسي ويركبني ويقول لي اختي راه كنقول لك راه غيشفرك غيطير لك التليفون من يدك وانت ما ديتي ما جبتي. المهم انايا ركبت زدت بقيت زايده هابطه شويه والطاكسي بقى معايا، يعني الطاكسي ما مشاش، يعني الطاكسي ما مشاش، بقيت زايده هابطه شويه تيبان ليا هو واقف. درت بنيه مول الطاكسي، بديت كنشير الطاكسي كنقول للطاكسي بحال هكا يعني وقف ويعاود يوقف عليا. ما كذبش عليكم انا شديته، انا ما استسلمتش ليه بسهوله، انا تشديت معاه، انا شديته من يدو بحال هكا كيتبان لي ما عنده لا موس لا والو، فانا شديته من يدو بقيت شاده. هو يقول لي هكا بالحرف سميره ما تغوتيش الحومه هذه ما غندير لك والو، ولكن هو غير ثبتني بهذه الكلمه هذه. المهم كيف قلت لكم هو انه هو ثبتني بديك الكلمه ديال ما تغوتيش الحومه ما غندير لك والو، عطيته الامان. دابا انا عند بالي راني شاداه من يدو الاخرى ويرجع بحال هكا اللور، جبد يدو من جيبو. انا في ديك اللحظه قلت جبت شي موس ويضربني 3 الكروشيات، طير التليفون اللي بقى لي هبط بحال هكا، دار يدو هنا طلع معايا بالركبه ديالو طلع معايا لهنا. هادشي مون الطاكسي حاضر، ديك الغوته اللي غوت صافي انا مع طلع معايا بركبتو لهنا وثلاثه لي كروشي هنايا صافي الدم درفر من وجهي صافي. هو راه تبعوه مون الطاكسي صراحه، تبعوه مون الطاكسي، تبعوه مون الطاكسي ما شدوش. واحد الوقيته انايا مع الدم سخون نط انا كنجري كنغوت شفار وبقيت غدا كنجري ما حسيت حتى شي حاجه ديك الساعه. انا مازال ما حاسه بوالو في وجهي. داك مون الطاكسي مسكين هزني قال لي منين نهرب يعني الحمد لله انه داك الطاكسي حاضر وشايف كل شيء. قال لي منين داز ومصافي هزني. تخيل التقضيه ديالي بقات عند مون الطاكسي، هزني داني الكوميساريه، هبط الدائره ديال الامن
دخلت عند الدراري د لابيجي مع الولايات الامن الصغيرات هنا، بغيت نقول لهم شكرا بزاف. والله الا شوفوا عندنا امن في البلاد ولا لا يخطينا امن، فتحركوا معايا على وجه السرعه. بداو تيقلبوا، شافوا واحد الكاميرات من حسن حظه ولكن لسوء حظه انه كان معايا الطاكسي فشايفوه وعرفوا. المهم البوليس مشاو تيشوفوا واحد الكاميرات تما، فالكاميرات اللي كانوا شادينه من الدار وهو كيجري. صافي رجعت للولايه، تصنتوا لي المحضر. انايا منين شفت وجهي ما فيه تضرب على برا فرحت، قلت الحمد لله، انا ما عارفاش بانني راني واكله لداخل. صافي خرجت في حالاتي، جاو عندي دخلت داروا لي الراديو، قالت لي عندك هرس، عطيري دابا لسبيطار الراس، عرفتي سمعت ديك هرس ما تقبلتهاش. انا يلاه مصيبه في فمي في تركيا وانتم عارفين كلشي. مشى معايا طريق مسكين، مشينا طرنا لسبيطار الراس، درت راديوات ويقولوا لي عندك فراكتور، عندك هرس. فين هو هذا الهرس؟ فين كاين؟ خصك ديري سكانير. نقول لكم بكل صراحه انا ما كنثيقش في الراديوات ديال سبيطارات الدوله، ماشي ما كنثيقش فيهم، بعدا ما لقيناش طبيب اللي غيدير لي سكانير. فمشيت للغاديولوجي على برا، صبرت داك الليل. تخيلوا داك الليل ما نعستش، تخيلوا انني ما نعستش. 9 الصباح مشيت. ها علاش المغاربه كيحرقوا؟ هي بنفسها اعترفت بان ما كاينش طبيب ديال اللي غيدير لها سكانير. كيقولوا لك الشباب علاش كتحرقوا؟ راه بالسيف، راه كيدي مو كيدي با كيدي جداتو ما تيلقى والو. راه بالسيف يفكر الانسان في الحريق من هذه البلاد هذه. الكبرى هنا الكارثه، يلقاو عندي 3 ديال الكسور على مستوى الفك، 2 الكسور على مستوى الفك السفلي وكسر على مستوى الفك العلوي. وهذا القروش ديال الودن هذه شو هذه العظيمه هذه مشتته من الداخل، يعني العظومه ديال هذا الطريف ديال العظم اللي هنا كنقولوا ليه القروش، هذا من الداخل العظومه ديالهم مشتتين ليا في وسط تخيلوا. والوجه غادي كيتنفخ ومخديو على مستوى الفك. بقاو عندي كسر مضاعف، شوفوا شحال الكسور بقوه ديك الضربه اللي ضربني، لقيت كسر مضاعف. صافي ديك الساعه انا رمات، دابا راه تنهضر شويه ما تنقدر لا نهضر لا والو. داروا لي الراديو، شافوا الكسور، خديت داك التقرير الطبي، مشيت طلعت للمستشفى، رجعت من سوء حظ هاد الصحفيه اللي ما عرفتش كيفاش ولات صحفيه، المهم ماشي موضوعنا، لانها جابتها في عظامها، تهرسات، عانات، تخسر الفلوس الصحيحه لان الامر في عمليات كثيره. والمشكل الكبير هو ان المجرم مازال حر طريق الى يومنا هذا، من بعد تقريبا ديال شهر باش وقع هذا المشكل هذا، ومازال ما تلقاش، مازال ما تعرفش، ولو ان مول الطاكسي كيعرفوا شافوا، ولو كاميرات ولو سبحان الله العظيم. مشيت كنتسنى شويه، جاو عندي قال لي صافي راه شديناه جبناه. اذا هبطوه لتحت باش يدخلوه لواحد الشومبر باش نشوفوا انا من وراء الزجاج. تخيلوا هما مدخليني باش نشوفوا، انا ما قادراش لانه انا عانيت، وباقي لحد الان انا تنعاني مع وجهي بحق الله العلي العظيم. الحمد لله انا ما تنبغيش نبكي، حيت انا قويه قوم من هذا الشفر، وانا عارفه غيتشد واحد النهار ما علينا. المهم كيف قلت لكم وما يزعموني دخلت. طبعا انا كنشوف فيه من وراء الزجاج، بقيت كنشوف الملامح ديالو، طلع ماشي هو. فرجال الامن تيقول لك شوفي مزيان، حققي مزيان، راه حيت كان لي للاسف طلع ماشي هو. للاسف كنقول للاسف حيت انا بغيت الشفار يتشد، ومن حسن الحظ داك الشاب، فما يمكنش انا غادي نحط الباطل على شي واحد ابدا. فقلت لهم ماشي هو. صافي داك الشاب تا هو تنستمع عليه لانه كان مشتبه به فقط، انه عنده سوابق، وتلقاو مشى في حالاته الله يسهل عليه. انا ما يمكنش نظلم شي واحد. المهم كملت المحضر ديالي، مشيت بعدا قدرت انني نجيب الايمي ديال التليفون ديال الايفون هنا. كاين لانه البعض منكم يطرح واحد السؤال غادي يقول الايفون راه ساهل يتجبد، ولكن انا كنت دايره واحد الغلط، نتمنى نتوما ما ديروش. انا فاش خديت الايفون 17 درت فيه الاي كلود، نزلت به لي زابليكاسيون اللي كنبغي نستعمل بحال انستغرام، فيسبوك، سناب شات، واتساب وما الى ذلك، وحيدت الاي كلود رجعته في تليفوني. فهذه النقطه اللي كانت صعيبه، انه على رجال الامن تحديد مكان الهاتف، ولكن عطيتهم الايميل. فملي كتعطي الايميل كيوليو كيتسناو انه التليفون حتى يشعل، حتى داك الشفر اللي بدا يشعل ولا يدير فيه شي كارطه، واخا يشعلو انا دايره ليه الكود ما غاديش يعرف يحلو، فيقدر غالبا التليفون يتباع بياس كما قالوا لي. المهم باقي عندنا امل. انايا خرجت مشيت ركبت مع نوفل شويه، نيفي ديز بالدم، انا كيحسب لي غير رعفت. المهم اخواني اخواتي، هذه هي القصه باختصار ديال سميره الداودي. الان غندوزو للمنكر والفضائح الكبرى ديال الفنانين والممثلين والمغنيين الكبار اللي ما بغاوش يعترفوا بولادهم عن طريق الفساد والزنا. وهذه الحلقه خطيره جدا، حتى واحد في المغرب ما رد لها البال. عدد ديال الممثلين والمطربين اللي في اخر عمرهم كيخرج لهم شي واحد تيقول لهم انا ولدكم، فركوس، وعدد
لما نذكر يعني فركوس خرج له واحد قال له انا ولدك. هذاك اللي كيغني الاندلسي لما نذكر سميتو تا هو خرج له واحد قال له انا ولدك. عدد ديال الفنانين. المشكل هو انه الناس كتسائل وكتقول مادام يعني ولدو يعترف به وسالي ويدخلوا الحالة المدنية بلا الفرشة بلا صداع بلا مشاكل بلا. فالمشكل كبير، نتوما كيبان لكم صغير ولكن عند هذوك الفنانين كبير بزاف. فركوس مثلا وعادات كي يرفضوا تماما الاعتراف بواحد الولد ولا بنت فجأة كيخرجوا يقول لك انا ولد فلان. وكاين تا امراء وكاين ملوك كيخرج لهم واحد تيقول لهم انا ولدكم، فاما كيتخلصوا منه ولا كيجريو عليه ولا كينكروه وما كيبغيش يديروا ديك لادان وداك الصداعات. المشكل خطير وتا واحد ما فراسو. هو سهل الجواب انما ما كيطيح حتى شي واحد يعني شحال من واحد تيقول لك ودابا هاد فركوس عنده الفلوس خرج واحد السيد قال له انا ولدك، علاش ما يتقبلوش ويحن عليه واخا يكون كاع ماشي ولده؟ مادام قال له بغيتك تكون با انا بلاصتو والله تنقول له شنو بغيتي نكون باك، ما كاينش المشكله ولدي، اختاريتيني انا وسط عباد الله وبغيتي نكون باك اجا وليدي، ويربيه ولا يصرف عليه ولا والاخص كتلقى الولاد تيقول لك ودي انا بغيت غير السميه ديال با، انا بغيت غير يعترف بيا، انا بغيت غير نعنقو، يعني حرام. والناس كتسائل تيقول لك ودي علاش بنات فيه نكر، وكيبقى هذاك يشوه والاخر كيتحمل. كتلقى هذاك الفنان كيتحمل. وراكم عندكم اسماء بلا ما نجبد اسماء، ما بغيتش نجبد صداع معاهم اللي نكروا ولادهم. اذا بكل بساطه الجواب كما يلي: هاد الناس كيكونوا مفسدين في الارض، كيمشيو مع اي وحده، من حتى وحده ما كيزهقوها. فشحال من وحده حبلوها وهربوا عليها وخلاوها. الا فتح هذا المجال شي وليد واعترف به، مثلا نفرض هاد المطرب ولا هاد المخرج السينمائي بين قوسين الى نكر ولدو، نكرو لاسباب انه غيبدا غير نحل على راسو. ففركوس الا مشى تا اعترف بداك الوليد اللي تابعو تيقول له انا ولدك، غادي يخرجوا له فراكس اخرين، غيخرجوا له ولاد اخرين، لان غيشوفوا هذاك نجح وفركوس عنده الفلوس واعترف بهذاك الولد خشى بحاله مدنيه، اذا ولا من الورثه، فكل شيء غيتشجع وغادي يمشي. انا اعتقد ليس كل من دب وهب غادي يجي يقول انت با ولا انت. راه كاين دابا العلم تطور وكاين ما يسمى باليات الادي ان، كنديروا التحاليل وكنعرفوا داك الانسان واش كينتمي لذاك الاب ولا لا. ماشي اي واحد غيجي غير يلصق فيك يقول لك انت با لانك لاباس عليك وغدير له مشاريع وتقريه في الجامعات الكبرى الدوليه او لا او لا. ما يمكنش. راه كاين القانون، كاين الادي ان الحمد لله دابا كيحل هذا النوع ديال المشاكل. والانسان الا كان ولده فعلا وعارفوا بان ولده خصو يعترف به بكل صراحه، ما يخليش متشرد وغيخليه تيشوه به العمر ديالو كامل. وهذا مناش من هاد الممثلين وهاد المخرجين ولا عدد، ولا كاين الانسان اللي عنده الفلوس بلا ما يكون ممثل ولا مخرج كيكون فاسق فاسد، كيمشي مع هادي يحبلها وتولد مسكينه ونكرها. وشحال من وحده غتلقاها مثلا مع فركوس ولا مع غيره، ولا كتلقاه ولدات معاه وتحملت المسؤوليه ولا جولت بشي واحد ودارتو في سميتو ونسات المشكل. ولكن الا شافت بان هذاك الولد اللي كيقول لفركوس با وفركوس اعترف به غادي يبانو، غتقول له ها ولد اخر، واحده اخرى تقول له ها بنتك، وما غيساليوش. ولذلك كتلقاهم كيلحوا على النكران والو ما كيعطيوش فرصه. الناس كيقولوا ليه غير تلاقى وهضر معاه ولا دير لا دان، ولا ما يمكنش غادي يجي واحد ويقول لك انت هو با. في هذا الزمان اللي فيه لا دان وفيه التحليلات وفيه
فما يمكنش. فانا كلهم صدقهم كاع هذوك اللي قالوا هذا هو بانا، كلهم عندهم حق. ولكن الاب ملي كيكون فاسد وفاسق وكيمشي مع عادات ديال العيالات كيخاف من المفاجآت. الا مشى تعترف بهذا غادي يخرجوا عادات، وهو عارف ومتاكد من هذا ولده، عارف كيما هذوك المطربين تا هما. هذا كيغني الاندلسي والاخر راك عارفينه. كيقصد الصويري. وهنا نقدروا نقولوا مرة أخرى أن فرح ملي كتقول بأن هذا الميدان ديال الفن والغناء والتمثيل كله فساد راه عندها الصح. كلهم عارفين بين هذوك ولادهم، ولكن ما غيعترفوش نهائيا، لأن غيجبدوا على راسهم النحل. إلا اعترفوا بواحد غادي يعترفوا ب100، فما يمكنش. ولهذا الناس كتساءل كيقول لك وليد يعني غلطتي مع واحد المرأة والوليد كبر مسكين، دخلوا الحالة المدنية كيجيب لهم القضية الله سهلة. ولكن اللي كينكر النساب واللي كينكر ولادو يوم لا ظل إلا ظله، واحد العذاب لا يتصور. غادي يخلص لذاك الولد كل هذاك العذاب ديالو، ديك المحنة وديك التعقاد كله غادي يخلصو عند الله. فلهذا كنقول للفركوس جاوب هذاك الولد وقول له انا هو باك، وما فيها باس لا عاونتيه يدير بحال جارك. وعلى عين الشعب كله مصدق هذاك الولد، وعارفينك انت، عارفينك بانك تكذب وبانك هذاك الولد ولدك وانت عارفه. ولكن كما عارفين الناس بين هذاك ولدك، انت راك عارف بانه ولدك ومتاكد، وانت لا كنتي عندك شك كدير رضاء وتمشي للتحليلات وتشوف السبيطار. ولكن خايف تشهد لك الولد بانه ولدك ويظهروا لك عادات، حيت فيما كنتي كتمشي كتفرخ. المرأة اللي تلاقيتي معها كتجلس معها يومين 3 أيام كتحبلها وكتمشي بحالك. هذا اللي خصكم تعرفوا. الشعب المغربي يعرف بان حتى واحد ما كينكر ولده، ولكن ملي كيكون واحد ولا جوج، ملي كيكون محبل واحد العدد كبير كيعرف راسو. الا اعترف بواحد ولا بجوج غادي يجيو المئات. هادو ناس كيكونوا مستهترين فين ما مشى. وعندي انا اصدقاء كنعرفهم من هاد النوع. كنعرف واحد اللي قال لي ما خليت فين ولدت مع قوريه، ولدت مع المانيه، ولدت مع فرنسيه، مع اسبانيه، مع مغربيه. عنده شي 7 الولاد ما كيعرفهمش. قلت له علاش هادشي؟ قال لك واش غدير، كنجلس معاهم واحد المده، كان ملي كنشوف حبلات كنسلت. بحال دابا هذا ما عمرو يعترف. ولكن كون مثلا هاد فركوس جاه شي واحد بورجوا ولا مرفح ولا شي واحد فنان كبير ولا شي واحد معروف وقال انا ولدك، ما يعترف به. ولكن الا لاحظتوا دائما كيجي شي واحد مسكين فقير ما عندوش، امو كتخدم عليه سنين حتى تيكبر، عاد كتقول له السر، كتقول له راه باك. فعذابهم عند الله كبير يوم السؤال، يوم لا ظل الا ظله. انا بعدا والله الا كنحشم بلاصتهم. انا كون يخرج شي واحد واخا يكذب عليا يقول لي انت با نقبله، وانا ما عمري اغتصب شي وحده، ما عمري حبلت شي وحده، كنحمد الله وكنشكره. شتي اللي ما عمرو حبل شي وحده وما اغتصب حتى وحده يحمد الله ويشكره. اخي بحاجه في حياه الانسان هو يكون مغتصب شي وحده ولا كان محبلها اكثر فاكثر ولا نكر الولد، هذيك مصيبه. ولكن بنادم كتاخدو الدنيا وكياخدو الفلوس. خونا في الله فركوس عايش الحياه وعايش التمثيل وعايش الاخراج، لاش غادي يجبد عليه النحل ويعترف بواحد ويتبعوه 70؟ ومع مراكش راك عرفتو الزهو تلقاه مسكين والد في كل قنت، ما خلاش شي حي ما ولدش فيه. هاد فركوس داير بحال قنيه. قال لك كاينش شي قنت مشكله. والمشكل الكبير هو ان هاد فركوس حاج يحصر حاج. يا ودي الحج، يا ودي الحج، لا حول ولا قوه الا بالله. ولكن هادوك العيالات اللي كيكونوا عندهم ولادهم تزادوا بهذه الطريقه وكيعرفوا مثلا فركوس ولا هذوك الفنانين الاخرين ولا كيلاحظوا كيشوفوا كيقولوا لا اعترف بهذا الوليد حنا نجيبوا ولدنا.
فلذلك كتلقاه كيلح، كيبغيش يهضر في هذا الموضوع نهائي، ماشي ولدي. والدولة كتعاونهم، نورمالمون الدولة ولا القانون ولا العدل ولا وهبي خصو يخرج قانون في هذا الشيء. اجا وليدي هذا باك غنديرو لا دين ولا لقينا كتكذب غتمشي للحبس 5 سنين الحبس ديال الزوير. اجا فركوس هاد السيد ولدك ولا ماشي ولدك؟ لا ماشي ولدي. غنديرو لا دين، غنديرو لا دين وراه ولدك اسيدي، وتخلص له السنين كلها اللي دازت، وتقدر كاع تدخلوا الحالة المدنية وتعوضوا على السنين اللي دازت ليه مسكين في العذاب وفي النكران. ولكن ما كاين ما صعب من اليتيم. كتيتموا أطفال مساكن بدون سبب بدون ذنب. أنت عندك مشكل مع مو وهذاك الولد راه ولدك، علاش تخليه بلا اسم وتخليه محطم وعايش انت الحياة مع مرتك ووليداتك؟ والله ينعل اللي ما يحشم. أنا قلت لكم السبب علاش هاد الفنانين ما كيعترفوش بولادهم اللي كيخرجوا فجأة. علاش؟ لأنهم في كل مهرجان في كل كيمشي كيغتصب وحده ويحب لها، وفي أي بلاصة عنده تصوير ولا كيعاشر وحده وكيحب لها وكيمشي بحاله ويخليها مسكينة في مشاكل. هذاك الولد ما عنده لا سمية لا كنية. فإلا اعترف بواحد فيهم غادي يعترف كلشي، كلهم العيالات اللي داز معاهم غادي يصيفطوا له الدراري. ولكن هذوك العيالات اللي عندهم الدراري كيشوفوا إلا هذاك الولد دار شي حاجة واخا لا زعما، ملي كيشوفوه مسكين باه ناكرو ما باغيش يعترف به وما باغيش يمشي معاه للمحكمة وما باغيش يهضر معاه ولا يفتح معاه حتى المجال، وكيعايرو وكيسبو. علاش؟ لأن عنده وليدات أخرين من عيالات أخرين نكرهم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.